كنالي قرآن تقدم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما يسر وأنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والنعم والعطايا والكرم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، غفر الله له ما تأخر من ذنبه وما تقدم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى، فبتقوى الله تنال العلوم وتدرك الفهوم وتصلح الأحوال وتزكو الأعمال. واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. معاشر المسلمين، التعليم من ركائز بناء الأمم، به تصاغ العقول وتصان السلوك، وعليه تهذب الأخلاق وتزكى النفوس. التربية والتعليم محطة لإصلاح الفرد والأمة من جميع الجوانب، للوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة. عباد الله، المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم أحيا الله به القلوب وأنار به العقول وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. ذلكم المعلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، هادياً ومبشراً ونذيراً. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بلا غاية ولا هدف، أمة يسودهم الجهل وتعلوهم الخرافة والوثنية وتمزقهم النعرات والحمية، ليس لهم في الواقع أثر ولا تأثير. فبعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل الأرض كافة، معلماً ومزكياً ومربياً ومصلحاً، حتى تخرج من تربيته وتعليمه خير القرون، وأفضلها وأعظمها منزلة عند الله تعالى. جيل عظيم فريد، كان منهم العالم النحرير والمجاهد الصنديد والعابد المتنسك والزاهد الورع، حتى غدا ذلكم الجيل سادة الدنيا وقادة العالم. ربيت جيلاً أبياً مؤمناً يقظاً، حسوا شريعتك الغراء في نهمي، نفضت عنها غبار الذل فاتقدت، وأبدعت وروت ما قلت للأمم. عباد الله، إن من الخطأ البين تربية الجيل على أن يكون التعليم سلماً للوصول إلى المناصب الوظيفية وطريقاً لبناء الأمجاد الشخصية، دون النظر إلى النيات والمقاصد. فيذهب على المرء سنوات عمره وزهرة شبابه في التعليم بلا أجر حصله ولا ثواب أدركه، وما بينهم وبين أن يحصلوا الأجر ويكون تعلمهم طاعة وعبادة سوى تصحيح المقاصد وإصلاح النيات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إخوة الإيمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في العلم ويحيي طلابه ويفسح لهم المجالس ويدنيهم، ولكن
كان يذكرهم بقضية مهمة، ألا وهي العمل بهذا العلم، إذ العلم بلا عمل حجة على صاحبه يوم القيامة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها: وعن علمه ماذا عمل به. إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى وسيرته عدلا وأخلاقه حسنا، فبشره أن الله أولاه نعمة تغشيه حرمانا وتوسعه حزنا. أيها المسلمون، الكلمات بمفردها لا تقوم معوجا ولا تنشئ جيلا إذا لم يقترن ذلكم القول بالأسوة الحسنة والقدوة الطيبة من المعلم. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم صورة حية وواقعا ملموسا لأقواله، فما حث أصحابه على فضل إلا كان متحليا به سباقا إليه، ولا نهاهم عن أمر إلا كان من أبعد الناس عنه. يأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالجود وهو أجود الناس، يحثهم على ذكر الله تعالى ولسانه رطب من ذكر ربه، يوصي بالنساء خيرا وهو خير الناس لأهله، يأمر الناس بحفر الخندق فيتقدمهم وبيده المعول، ينهى الناس عن سفاسف الأخلاق، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا. أيها المؤمنون، إن غياب القدوة الصالحة مما يذهب بركة التعليم ويقلل أثره في نفوس المتعلمين، فترى الانفصام الكبير والبون الشاسع بين سلوك الطالب وبين ما تعلمه وحفظه. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه برأفة وشفقة، كأنما يتودد إليهم في التعليم. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. يرسل أصحابه معلمين فيوصيهم: يسرا وبشرا ولا تعسرا وتنفرا. كان يرى الخطأ فيسرع إلى تصويبه وتعديله، ولكن برفق ولين. أخطأ رجل فتكلم في الصلاة فرماه الناس بأبصارهم، فتكلم ثانية وقال فرماه الناس بأبصارهم وقال: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعل الناس يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت، فسكت الرجل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ناداه فقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فوقع هذا التوجيه النبوي واللطف في المعاملة موقعا عظيما في قلب الرجل، فقال: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذه بعض سمات منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. جعلنا الله تعالى من أتباع سنته وأهل ملته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، وأنار بعلمهم طريق المؤمنين الأتقياء، ورفع منازلهم في الدنيا والآخرة وجعلهم الأولياء. والصلاة على إمام المتقين وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه رسالة نهديها إلى فرسان التعليم وأمناء الأجيال، إلى المعلمين، فأنتم شمعة التربية ودرة التعليم. أكرم بها من مهنة
وأعظم بها من رسالة. يا رعاة الأجيال، أنتم على ثغر عظيم وباب من أبواب الجهاد، فعليكم تعقد الآمال بعد توفيق الله تعالى. يا رجال التربية، مجتمعكم ينتظر منكم الشيء الكثير، فلا تحقروا رسالتكم، فأنتم خطنا الأمامي لمواجهة الانحرافات التي تعصف بأبنائنا وبناتنا. أيها المعلم، أبناؤنا وفلذاتنا بين يديك الساعة والساعات، تسمع لأقوالك وتنظر لأفعالك. كلماتك التي تغرسها في نفوس طلابك هي إنارات يواجهون بها دروب الحياة. توجيهاتك الصادقة لأبنائك هي في الحقيقة جرعات من المناعة الذاتية ولقاحات يستدفعون بها فيروس كل انحراف. فاستشعر دورك يا رعاك الله، ولا تستقلل رسالتك. كلماتك منقوشة وأفعالك محسوبة، وصورتك تظل أعواما ودهورا، ولن تحرم حينها وبعدها من دعوة صادقة صالحة، بل دعوات من تلميذ بار يذكرك فيشكرك. أخي المعلم، كن قريبا من طلابك وأبنائك، لامس همومهم، انزل لطموحاتهم، تفاعل مع أفكارهم، كن طبيبا لمشكلاتهم، دليلا لحيرتهم واضطراباتهم. قو صلتك معهم بالمحبة والتوادد والانسجام، فهنا يقبل قولك ويقتفى فعلك ويعظم شأنك وتبلغ رسالتك. اللهم احفظ معلمينا وعلماءنا، اللهم انفع بعلمهم، وأعنا على التأدب معهم في حضورهم وغيبتهم. اللهم أصلح ولاة أمرنا وأصلح بطانتهم وأعوانهم. اللهم وفق شباب المسلمين وشاباتهم لطلب العلم وأعنهم على تحصيله. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. كنالي قرآن تقدم